هو ممكن نتيجة السي ار بي الاي اس او والار اف وخلافه من تحاليل السيرولوجي تبقى النتيجة بالفعل إيجابية ولكن تدي نتائج سلبية كاذبة؟ ممكن طبعا، دي ظاهرة بتسمى البروزون فينومينا. طيب الاجليوتينيشن ميثود اللي هي الطريقة اللي بنعمل بيها الشغل السيرولوجي زي السي ار بي والار اف هي عبارة عن انتيجين انتي بودي رياكشن، أي تفاعل ما بين الانتيجين الموجود في الرياجنت والانتي بودي اللي احتمل تواجدها في سيروم المريض بتاعنا. في ظاهرة البروزون بيكون في كمية كبيرة جدا من الأجسام المضادة في مصل أو سيرم المريض أكتر من الكمية بتاعة الأنتيجين اللي موجودة في الرياجنت. بنشبهها بإيه؟ ببالونة موجودة على الأرض وفي مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص كلهم بيحاولوا يمسكوها في نفس الوقت، فتقوم راسهم خبطة في بعض يقوموا راجعين لورا. دي نفس فكرة الأجسام المضادة الكتيرة اللي مش تقدر تمسك في الأنتيجين في ظاهرة البروزون. طيب الحل إيه بتاع الحالة زي دي؟ الحل إن أنا بعمل سيريال ديليوشن، تخفيف لعينة المريض، وبالتالي بخفف كمية الأجسام المضادة اللي موجودة، وأقدر أشوف التفاعل بشكل واضح وأحدد التتر إن كان هي بوزيتيف وأحدد تتراتها من خلال السيريال ديليوشن. إمتى أشك في ظاهرة البروزون؟ زي ما قلنا قبل كده كتير، البيشنت داتا، بيانات المريض، الهيستوري بتاع المريض بتاعي، لازم أبقى عارف حالته وأعراضه، هل هو في حرارة، هل في ألم في المفاصل، لو أنا عندي اس ار وتحاليل أخرى فيها مشاكل عالية، صورة الدم الوايت بلاد سيلز مختلف عالي، في مشاكل، ساعتها الداتا دي تخليني اشك ان لا، إن نتيجه السي ار بي دي مش نيجاتيف، النتيجه هي ايجابيه، ولكن ممكن تكون ظاهره بروزون اي كميه اجسام مضاده كتيره فبتخلي النتيجه سلبيه كاذبه، ولازم اعمل السيريال ديليوشن عشان اتاكد من النتيجه ان هي صح قبل ما اطلعها واسلمها للمريض. وطبعا في طرق اكثر دقه من طريقه الاجليوتينيشن او السيرولوجي زي النفلومتري او التربيدومتري، ودي طرق بتكون رقميه، بتكون كوانتيتيف، اقدر احدد بيها النسبه بتاعه الانتي بودي الموجود في سيرم المريض عشان دي تكون النتيجة الأصح والأدق بإذن الله.